جاكم الشعوب، يعني انتوا شعوب بتاعت اللي شفت بتاع الغرب افريقيا دي، زعطوكم طردوكم قتلوكم بشتنوكم، جيتوا دخلتوا في دارفور هفيانين وجيعانين وشحادين معدين كوركم للناس. وكده انتوا رجال يا مساليد، جهب جدكم ده جرى ماله؟ ها الأمدة بتاعكم ده مرقت من جنينة حارب زي المرة، لابس لو قطع أسود، والله مرقت بعباية أسود. أبكرش بتاعكم ده الوشو عامل زي السفنجة بتاعت كلب، وشو عامل تقول دار حمارة، تقول خارج حمارة وشو، ها بطنه عامل تقول زير بتاعت حمارة. ها وكده كان هو راجل ما كان يركز في جنينة يحارب، مرقت معلومة ما ماتت في جنينة. سلطان شنو؟ خامين بو ناس سلطان شنو؟ انتوا آخر واحد داير خامين بو ناس قال سلطان قال كان سلطان مرقت بالعباية من جنينة ماله؟ وقت حرب ده لقاه في الجنينة، لو كان هو راجل ماله مرقت من جنينة بعباية ما كان يموت في جوا جنينة. بيكا واي جنجويد طلوك بعباية انت من جنينة، طلوكم بعباية انتوا من جنينة، ودوكم في تشات. قال سلطان قال الليلة كان سلطان حرب لقاك في أرض الواقي بتموت في جوا أرضك، بتموت في جوا أرضك كان حرب لقاك. انتوا لما جزء منكم مرقوكم، يلا شفت العرب ده حنوا عليكم مرقوكم. سلطان شنو؟ سلطان شنو؟ يا الأكياس المدمس، يا الكورة ايش، يا القنقو. ما هو اصلا ده انتوا يا القنقو، انتوا طالما مدعين انه الارض ده ارضكم، الحرب ده لقاكم ولقى أمده بتاعكم ده. ها العامل تقول فيل، ها سمير راجل بطنه عامل زي الفيل، ها وشه عامل زي الكرة بتاعت الكلب. وكده انتوا سلاطين، حرب ده لقاكم في جوا جنينه، حربتوا مالكم مكان تموتوا في جوا جنينه، مكان يموت السلطان بتاعكم ده اللي انتوا قاعدين تقولوا سلطان ده، مكان يموت في جوا جنينه، حارب ماله مكان يموت جوا هناك. جرى زي المرة، لبست إباية وجرى زي المرة. ساد ده الاسم الشيخ بتاعكم اللي اسمه ساد ده مرقت حرب ده لقاه في جوا جنينه، مرقت الآخرة مشت هناك في دول الناس، قتلوني الجنجويد، دقوني الجنجويد، زعتوني مكان زعيتوك انت، مكان تبط انت تزعيت. هوي خدتوا خليجكم تيت، خدتوا جابتكم ده تيت في تراب. انتوا ما رجال عشان تقولوا تتكلموا قدام الناس. الليله زول الراجل وزول السلطان الحربي ده لو لقاه جوا بلده بموت جوا بلده، وانتوا حرب لقاكم في جوا بلدك معلومه موتوا جريتوا مالكم، لبستوا ابايات ولبستوا لبستوا طرح بتاع اخواتكم وابايات، مرقتوا مع اخواتكم سوا لشنو؟ هوي لبستوا طرح بتاع اخواتكم انتوا واخواتكم ثلاثه سويا. واي مشيت بعد ما وصلت في تشات في معسكرات، انينا دقونا، انينا مساريد، انينا دقونا، انينا هدولانا، انينا مساريد دقونا، انينا دقونا دبيت، انينا مساريد. ما انت سلطان ولا ما سلطان؟ البلد داك ما عنده جبال، البلد داك انت كسلطان داك على الاقل كان يموت سلطان، ما يموت انسان مسكين سايد. كان تشيل السيف بتاعك اللي ترتبوه الفرنسيين السيف اللي بتخش الناس انك انت ترتبوه فرنسيين، كان تشيل السيف بتاعك ده وتواجه الجنجويد. يا كذاب، يا مفسدين، يا شعوب المفسده، يا مجرمين، يا قله ادبين، اوساخ بتاعت الشعوب. ما انت قلت طلعتوا الفرنسيين بالسيف؟ ماله ما شلتوا سيفكم ده واجهتوا به جنجويد؟ مالو السؤال ده مرقت بعبايه، ما السؤال ده ما مرقت بعبايه من جنينه. انتوا قال لكم نحن ما عارفين، احنا ساكتين عليكم، انت قال لكم نحن بليتين، احنا ساكتين عليكم ما عشان انه نحن في ظلم وقفنا في الميديا، ولا عشان نحن ما عارفين اللي عليكم. اقسم بالله بساعد بتاعكم ده مرقت بعبايه، لبست عبايه وقدمت قدام النساوين وهربت كالجرثوم، هربت كالجرثوم، دخلت وصلت في تشات في معسكرات بتاع تشات، بعد ذاك عمل مقابلات مع المنظمات. الزول السلطان ده مجرد ما الحرب لقاك في جوا بلدك تشيل السيف بتاعك اللي حزمته فرنسيين تواجه الجنجويد بالسيف بتاعك. يا لوين جرو يا لوين جرو جرو يا لوين جرو والله جرو عديل، قالوا واي اهربوا. شفت الا لبس الطرح بتاع اخواتهم، ما جزء منكم كبير قلت انتوا تاما مركتوا باسم قبيله تاما من جوا الجنينه. يا أصل اتفضل. يا واتف الله يا واتف انت تضايق الناس. هاي ما خلص انا حاجه المحيرني، ما قاعدين يقولوا للناس انه نحن كمساليد طلعنا الفرنسيين، انت تهزم الفرنسي
الفرنسي والله اقسم بالله كان مسكاك بزعيت لك ابوك بزيت لك امك، قال انا طلعت الفرنسيين. طيب طالما انت طلعت الفرنسيين وقت الدعامه دخلوا لكم هناك في جوا العرب ديل، وقت كنتوا اتحاربتوا جوا هناك، ما وين الامده بتاعكم الساعه اللي بتقولوا ده سلطان ده ما يشيل سيف وكان يجاهد العرب ديل، يجاهدهم مالو ما شال السيف وجاهد العرب ديل يعني. جري مالو لبست ابايه ومرقت من جنينه، مرقت مالو مشى لحد وصلت في معسكر وبعد ذاك استضافوه في القنوات العالميه. قال احنا قال خوفنا، قال خوفنا الانجليز، قال خوفنا، قال حاربنا الفرنسيين. حاربتوا الفرنسيين؟ انت بتخش منو بتسوقوا منو؟ احنا سكتنا لكم تاني من يا الليله، ما في زول بسكت لكم. احنا سكتنا لكم من فدايا بتاعكم لما طلعتوا من جنينه. جزء كبير من قبائلكم كانوا بينتحلوا شخصيه بتاعت فور لانه تتكلموا لغه الفور. جزء كبير منكم من مدينه جنينه على المساليك بمرقوا بقولوا للدعامه نحن فور. جزء منهم ذاته ما كتلوهم عشان انه بيتكلموا لغه الفور، خلوهم بالطريقه دي. و90% كان بيتكلموا بيقولوا نحن تاما. أنينا تاما تلوم باسم قبيلة تاما من هنا ده. جزء منهم خلوهم بالطريقة زي ده. انت هوي ولا زال المساليت الواحد اللي عايشين في جنين عايشين باسم قبيلة تاما. ده الحقائق ان احنا عارفينه في ارض الواخي. ما تقدر هسي انت الان تطلع هناك تقول انه انا مصلاتي وانا حفيد المنو ما اعرف لك حفيد الشواتين وانا حفيد القنقو، لانه اثبتت في 2025 2024 الساد بحر الدين طلب ابايه من مدينه جنينه لحد ادري، من مدينه جنينه لحد ادري ببطنه الكبير الامن زي الترمبيل ده، مرقت من هناك لحد مشى بابايه. انتوا احنا ما تقول احنا ما عارفين الحاصل لكم شنو. واما تاني داك الجبان داك شفت الجبان الثاني داك الا كف دقوبه جاي كف دف دقوبه. يا اخي يا ود العزبه ما تموت في الميدان، ما عندك كلاشك ما تموت، ما تدق ويقتلوك، يمسكوك زي العزبه كده، يمسكوك زي العزبه يكفوتوك بعد شويه في النهايه يجيبوك الا نساوين يزخرطوا فوقك. قال عن احنا قص 30 قال. شوفوا معركه بتاعت جوزدونغو ده، تراده ده لما كان هاجموا الجيش السوداني بطيران فوق مسكوه زي العزبه، جابوه في الميدان مكان ماتت في الميدان، مسكوه جابوه دقوه كفته. يا جماعه انا حاجه ده محيرني. قال هارب الفلسطينيين بسفروك، قالوا سفروك ده عادات بتاع قبيله فور. عندك السفروك وعندك الريكه وعندك التقدي، ده من عاداتنا وتقاليدنا في اقليم دارفور، لانه نحن يعني الزراعه بتاعنا كله الايش الدخن ده، ايش الدخن ده مزارينا، ده حاجات عاداتنا وتقاليدنا في اقليم دارفور، وموجودين في بيت السلطان علي دينار. ده كل عاداتنا اللي قاعدين يستخدموها الشعوب الجات المقاطع الجعانين الجو من دوله تشاد. ما عندكم حاجه انتوا جيتوها من بلادكم، ما عندكم. قال انا حاجه المحيرني، قال احنا قال خاطلنا الفرنسيين بالصفروك. اليوم الزهروا لهم 15 جنجويتي. الأمدة بتاع بحر الدين ده لبست إباية ومرقت بالإباية. ويح الله العظيم الله ما يرفعني في محلي، مرقت بإباية. والله أنا كلام ده زمان ما دارج أقوله، لكن حسي بنقول لكم. أنا كلام ده زمان خاتياه وما دارج أقوله، لكن مرقت بإباية وصلت في أدرى بإباية. وخميس كدن جم مسكوا مين دقوا، شفت مسكوا يا أخي أنت عندك سلاح ما تموت، ما تضرب يضربوك يقتلوك، يمسكوك كده يجيبوك زي المرأة يدقوك يكفوتوك. هوي طيب السفروك بتاعك ده مشى وين؟ السفروك حقتك ده مشى وين عشان يحميك؟ ما انت هربت الفرنسيين. بالله شوفوا الكذب، انتوا دارين تخشوا منه؟ انتوا دارين تخشوا منه؟ ليه الأمدة بتاعكم ده مرقت بالعباية من جنينة؟ يلا تعالوا فهمونا يلا. مرقت من جنينة وحرب ده لقاوا في جوا جنينة، مرقت بعباية لشنو؟ ليه ما طلع السفروك بتاعه واجه الجنجويد بالسفروك؟ طيب نسكت لكم شويه. انا داير ارجع اودي الكلام ده طالما هم خاتلوا الفرنسيين، طالما خاتلوا الفرنسيين بسفروك. يا ايها الشعب السوداني، طالما الناس خاتلوا الفرنسيين بالسفروك، الحرب ده اللي قام في جوا جنينه. طيب اذا كان ده سلطان
ليه ما طلع سفروجه عشان يموت بسفروجه؟ ده سؤال لكم انتوا كلكم، يلا جاوبوا لنا. يلا جاوبوا لنا كلكم القاعدين ده. حرب ده اللي قام في جوا جنينه، لبست إباية ومرقت زي أخته، مرقت زي مرته، حارب قدام الجنجويد. مكان يطلوا الصفاريق بتاعهم يحاربوا الجنجويد. ها؟ ماله ما طلعتوا الصفاريق عشان تحاربوا بو الجنجويد؟ يا جماعة شوفوا الأكذوبة وشوفوا الكذب، بالله عليكم الله شوفوا الكذب ده قدر شنو؟ زول لبست إباية مرقت من جوا جنينة، مرقت بإباية عديل دخلت في عدرة بإباية. يجي يقول لك قال نحن قال بالصفاريق قال حزمنا الفرنسيين. طيب الليله السفارق بتاعك داك فرنسا، داك دولة فرنسا، الليله السفاريق ده للجنجويد ده ما مرقت لهم السفاريق عشان تحزمهم لشنو؟ كذب ولا ما كذب يا جماعه؟ ده كذب ولا ما كذب؟ ما خلاص انا الجنجويد جا لقاني وقبل كده انا حزمت الفرنسي اللي عنده طيران واللي عنده مضاد واللي عنده سلاح نار حزمته بالسفروك. الليله الجنجويد جا لقاني معلومات طلعت السفروك بتاعي ده عشان نحزم به الجنجويد. ما ده سؤال كل ايها الشعب السوداني سايقينكم بالخلط. وطيب ساد ده ما لقاه حرب ده لقاه في جوا الجنينه. لو هو سلطان معلومه ماتت عشان يدفنوه محل جده تاني اتدفنوه. انتوا عارفين الامم بتاعت المساليت اللي ماتوا في جنينه ماتوا بملاريا، ماتوا بسوء تغذيه، يعني كان عندهم مساكم سوء تغذيه بتاعت جانجو وماتوا بسوء تغذيه، وما في واحد ماتت في ماركه. دي الشاشه عشان اوصل لكم زول كده ماتت بمعركه ما في جانجو يعني جو قتلهم. البلد ده كان في مجاعه كان في غرب افريقيا. هناك المجاعه قتلهم ما هرب، كان حربي، كان اساد ده حربي لقاه في جوا الجنينه. معلومات الله سفروجه عشان يموت بسفروجه في جوا الجنينه. معلومات الله سفروجه عشان يموت بالسفروج في جوا الجنينه. ده سؤالي ليك انت. انا والله زمان ما درجة اتكلم في المواد ده، لكن تاني بعد كده نتكلم في المواد ده. قال هربنا، قال هربوا الفرنسيين بسفروج. الليله ده وقت دعامه هجموكم ما مرقتوا الصفاريق، والسلطان بتاعكم ما ماتت في ميدان عشان يلحق جده. لشنو ما ماتت عشان يلحق جده؟ هربت لبست إباية ومرقت من جنينه، مرقت من جنينه بإباية ومرقت باسم قبيله مساليد باسم قبائل الناس. لشنو يعني مثلا؟ انتوا دايرين تخشوا منو؟ يعني احنا هنوصل الفكره ده هنوصلها للشعب السوداني انه سعد بحر الدين ده بطن ده كرش الوش عامل تقول خريق حماره، ده وشه كده عامل تقول خريق بقره، ده ما معروف انسان ولا حيوان. ده مرقت بعبايه من مدينه جنينه، حاربت بعبايه، وكان عنده سفراق في جوا بيته، عنده سفراق بتاعه في جوا بيته. السفراق اللي بيقول هزموا به فرنسيين كان في جوا بيته. هربت ود المرأة يا الأوين جرو يا الأوين. يا الأوين جرو والله حرب جرو يا الأوين. على الأقل كان يطلع سفروج يموت بابه، يموت بسفروجه عشان يشهد للشعب السوداني انه انا قبل كده قاتلت الفرنسيين بالسفروج. هربت ود المرة، هربت بس والله هربت سفروج، وقال لك لا الليله ما معروف محل وين. انا بعد كده هنوريكم قله ادب، هنوريكم قله ادب وطولة اللسان. هنجي نوصلوا للشعب السوداني انكم انتوا الصاد بحر الدين مرقت من مدينه جنينه بالعبايه، ولن احد ما في زول يكذبني انه زول ده ما طلع بعبايه، وفي ما يثبت. الناس طلعوا له هو الدعامه الرحمه ذاته طلعوا له مرقوا بعبايه عديل، مرقت بعبايه. وين السفارق بتاعكم اللي قلتوا تهاربوا بالسفارق؟ قال انا هنا قال بالسفارق قال هزمنا الانجليز بطيران. عليكم ولا شوفوا الكذب ده يا جماعه شعب السودان، شوفوا الكذابين ديل. طيب انت واكد بالسفارق هزمت الانجليز، الدعامه دل العرب دل كانوا عندهم شنو في مدينه جنينه؟ عندهم طيران يعني؟ ما عندهم طيران. عندهم مدادات ارضيه؟ ما عندهم مدادات ارضيه. معلومه هزمتهم. معلومه هزمتهم عشان الناس يعرف انكم انتوا اخوياء، وانكم انتوا هزمتوا الفرنسيين وانتوا هربتوا. وقسما وعظما ما في حرب بوايت مسالات يدراوا في داخل السودان ده. كل جدودهم ماتوا بسبب الجوع. كل اي زول ماتت لهم في داخل السودان ده ماتت لهم بسبب الجوع، والله ما بسبب الحرب. لو كان بسبب الحرب الليله وقت حرب ده جالي قام جوا هناك. السلطان بتاعت ناس بيهرب وبخلي شاب بتاعه بيدفنوه بيغتصبوه، ده ما كذب. وهو بيطلع ببطنه الكبيره اللي انتوا شايفينه زي المرأة الحامل قاعد باكل في حرام بتاعت الناس.
في المنطقه ده باكل حرام في حقة ناس. رب لو بطن تقول مرة حامل، ورب لو راس تقول مرة حامل. يا اخي ده ذاته صفات بتاع سلطان. عامل تقول ام جنجر، والله العظيم عامل تقول ام جنجر. قال ام ده والله العظيم، ام ده والله العظيم ام ده بحرب. ها الشلكاي بتاعك ولا ما اعرف لك ولا اسمه شنو يا اخي الصفراء قال بتمشي تتلبه وفاراي تاكلي بجلد بتاعه ده ليه ما حماق يعني. هسه الفراغ ده انتوا كان ماشيين تشيلوا تحفروا معه حفر بتاعت الفار بس. هل تعلموا يا ايها الشعب السوداني السفاريق اللي بمسكوها سي مساليد ده بيحفروا بها الارنب عشان ياكلوا بالجلد بتاعه؟ ارنبايا الماشي في تراب البنود ده عشان ياكلوا بالجلد بتاعه. هل تعلموا يا ايها الشعب السوداني انه المساليد السفراق اللي بيشيلوا ده بمشوا بيطلبوا ارنب بيطلبوا فاراي من جوا الجوره عشان ياكلوا بالجلد بتاعه؟ هل تعلموا يا ايها الشعب السوداني السفراق ده ما سفراق للتحرير يا جماعه، ده سفراق بتاعت انه طلبوا ارنباي من جوا الحفره عشان ياكلوا بجلده. فتره الجفاف يعني فتره الجفاف بالتحديد فتره مع انه جفاف ضربت غرب افريقيا. الليله يجي يقول قال نحن قلب السفراق قال حزمنا الفرنسيين، قلب السفراق قال حزمنا الفرنسيين. لا اله الا الله استغفر الله العظيم. الليله طيب السفراق ده لما الدعامه ديل كانوا عندهم 15 عربيه، الدعم السري هو العرب ديل عندهم 15 عربيه في الجنينه. والله العظيم العرب كانوا عندهم 15 عربيه في الجنينه. والله الله ما يرفعني في محلي. وشويه حسين وشويه مواتر يعني. قسما بالله سلطان شفت البحر الدين ده طلعوا بعبايه من جنينه. وكتار الناس لبسوا عبايات طلعوا من جنينه بعبايات. كتار الناس طلعوا بعبايات من جنينه. لو وصوا المجتمعات اللي كانت ساكنه في جنينه خلاتوا المجتمعات ده كله شردت بقصاتكم انتوا وانتوا طلعتوا بالعبايات من جنينه. الليله تجي تخش الشعب السوداني قال نحن قلب السفراء قتلنا في فرنسي بس سفراء يا جماعه 15 جنجويتي ما قدروا له، لكن قدروا بالسفراء طلعوا الفرنسيين انا رجيت لهم يا جماعه. شوفوا يا شعب السوداني بالسفراء طلعوا الفرنسيين طردوهم من بلدهم، لكن ما قدروا يطلعوا له 15 جنجويتي ما قدروا يطلعوهم، والجنجويت هزمهم يعني بسفاريهم لحد ما لبسوا عبايات لحد ما طلعوا بالعبايات وطلعوا باسماء قبائل الناس، وطلعوا باسماء قبائل بتاعت الناس من مدينه جنينه. جزء كبير منهم طلعوا باسماء قبائل الناس لانهم بيتكلموا لغات البات، بيتكلموا لغات بتاعت البات يعني. هسه في مسالاتي بيتكلم لغه الفور، لكن مستحيل تلقى فوراي بيتكلم لغه بتاع مسالاتي، لانه ما في زول شايفك، ما في زول شايفك يا قرف يا وساخه يا برميل بتاع جاز. ما في زول شايفك انت عشان نتعلم لغتك يعني. والله يا جماعه الحاجه ده انا حاجه ده لازم نوصلها للشعب السوداني. الشفره ده يا جار النبي، الرساله ده خليه يمشي لجار النبي كده. انت امشي ادخل في المنصات الثانيه اسال الناس قول لهم انه كيف انه البساليت بالسفروك هزموا الفرنسيين و15 جنجويت السفاريق بتاعهم ده ما قدروا يهزموا بها الجنجويت خليه اوريك وقول لهم انه لا سلطان بحر الدين ده ولا اسمه منصات بحر الدين ده طلب عبايه من الجنينه لحد عدره. طلب عبايه لشنو؟ ليه ما كان طلب عبر المطار؟ ليه ما كان مرقت بمطار وبعربيته كده ماشي قدام الناس عشان الناس يشوفوه يعني؟ مرقت لابس عبايه بالليل لشنو يعني؟ مرقت بالليل وكان لابس عبايه وطلعوا ناس. هربت ماله؟ مكان يموت في الارض الذي ينطمي عليه يعني. الارض الذي شربت فيه كاس الماء، الارض الذي يوجد فوقه عجاتك اللي ماتوا بالمجاعه دي تموت فوقه. تهرب مالك يعني؟ تهرب تخلي النساء لشنو يعني؟ النساء بقوا ارجل منه. هو هربت يعني جروا يا العوين جروا والله جروا. هاي بعد كده نحن هنوروكم وشنا الثاني وانا بالتحديد، والشيء الثاني هتشوفوه بعد كده. والله انا زمان سكت لكم ما يعني انه انا يعني قاتل لكم قيمه. انا ما قاتل لكم قيمه على فكره يا للقنقو يا الكرة ايش. والله يا جماعه انا حاجه ده محيرني وقالت لي هنا في حلقومي، لكن السؤال ده داير له اجابه يا جماعه. السؤال حقتي ده داير منه اجابه.
عديل كيف الزول يعني زول بالحربة دول عظمى احتلت افريقيا كله شوية قبيلة شوية ما قبيلة ذاته يعني شوية مقطعين بيطلوا بيحاربوا نازل لكن الليلة لما يشتبكوا مع الدعامة يشتبكوا مع قبائل بتاعت الدعامة ما قدروا ما سفاريق بتاعهم انا ما اعرف السفاريق بتاعهم ده بيقول لهم شنو يعني مشوا وين السفاريق ده دفنهم في تراب ولا شنو لا 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 انا ذاته حاجه ذاته مضحك والله حاجه ذاته مضحك مضحك شديد والله العظيم كده تعالوا فوق اضحكوا يا جماعه كده تعالوا فوق يا شباب اضحكوا تعالوا اضحكوا معي يا شباب والله انا داير اعرف بس انا داير اعرف السؤال ده كيف الزول بالسفروك طرد الانجليز تم جد. كيف الانسان بالسفروك بطل الانجليز قبيله سخنتوتي عددهم ما بيساوي مليون في غرب دارفور ما قدروا انه يهزمهم كده تعالوا كده يا شعب السوداني المخفلين سايقينكم بالخلا يلا كده تعالوا جاوبوني السؤال حقتي ده والله ما هنخليكم لحد ما يطلع كل الشعب السوداني يجاوبوني على السؤال بتاعي ده وطيب انت وكده قاتل تقاتل بالسفروك تهرب بالإباية مالك من المدينة يا حنان ايوه ايوه اصلا الناس ديل بيستاهلوا يكونوا حكام بتاع قرية واحد ذاتها ماما. انت قصدك شنو؟ هم عايزين شنو؟ بانه ناس يحرروا لهم منطقة ويدهم في يدهم مجان كده يعني هم شغلهم كده يعني عاش بالميتة دائما ناس بدهم حاجة بالميتة. شفتها أهلنا يعني جدودنا كان جاب المنطقة ده عندهم ميتة شفتها. هسه تاني عايزين بانه نحن نحن نحرر لهم منطقة وندوكم نقول لكم حق قال امسكوا ده قال احكم والله عايزين زي ده شفتها. والله ما والله عايزين كده والله. انت نعم قصدك ما عايزين كده؟ نعم هم عايزين بانه ناس دائما يعني يعمل لهم حاجات وهم يكونوا قاعدين في الجاهز. نعم ما في كلام زي ده. انتوا ما تستاهلوا والله. وكمان يعني بالرجاله هم عايزين يعني كمان عندهم صوت. ها والله الذي يا اخي ما ممكن انت ذاتها. بس يا سيجا انا بس وريني انا بس فهمني كيف الناس بالسفاري حزموا الفرنسيين بالسفاري لكن القبيله السخنتوتي لما اشتبكت معهم وشدت في زمن الشده مرقوا بالإبايات جروا من المدينه كيف يعني كلام ده كده فهميني كده كلام ده كده فهميني انت كده من عندك نازل كذابين يا زول. اي حاجه ما عملوا يا زول. ديل ما بعملوا حاجه يا زول. ها يا اخي الناس 5 يوم منطقه كامل كلهم جاروا. ها 5 يوم ما عملوا. على الاقل انت تستاهل والله خير يا ذاته ما تستاهلوا انتوا تكونوا قاعدين فيه. ها 5 يوم نازل راب اي واحد شاف طريقته فات. ها تجوا تعملوا هزار. لا شوف لكم موضوع وتعالوا وقعدوا. قول للجنجويد قال نحن خلاص احترموا قبائل العربية القاعدين معكم وامشوا وقعدوا بالأدب. انتوا حاجة ما عندكم والله لازم حاجة كده انت عندك والله بتاعك خلي. ها هذا يا حنان اهلا وسهلا يا امير جار النبي كيف اخبارك؟ شلة تمام يا الناس زل. انا والله خايته ما اعرف له، لكن حسي الكلام هو ولدهم ده بيعمل بخلي انت عارف الناس ذات يطلعوا من طورهم. والله لازم 3 يا حبيبنا يا اخي المسلاتي يا اخي رجاء انا داير اقول لكم حاجه. الخنزير حقكم ده امسكوه، ولدكم اللي بيستفز الناس دي امسكوه عشان ما يطلعوا الناس يعجزوا في السلاح.
عشان ما يطلعوا ردود افعال غزره. نحن والله انتوا الان والله شايفينهم كلكم. انا قبل شويه كنت في الله في حقه. كان الناس اللي بيجوا هنا عاملين فيها مثالين كلهم وقبائل الزرقاء وش بيطبلوا لهم هناك، يعني بكتب لهم تعليقات سلبيه تحت، والكلام دي والله ما من مصلحتكم. انتوا بس لو احترمت يا اسمك كده من ويت يا صقل كويس. ايوه والله انتوا قسما بالله لو شفت والله الامازيغ دنا من حجروكم، والزول اللي حجركم من ليبيا في جبل مصراء اسمه تارك بن صالح امازيغي. قمتم ملايين قبل ما انت تيجي توصلوا دارفور، ماتوا منكم ملايين في الصحراء الكبرى دي. جيتوا يلا وامين، جيتوا وصلتوا كويس. وما تنسوا كلمه مصالح دي نحن اللي سميناها لكم. انتوا اسمكم مصراء في اسم الحقيقي يعني. حجام حسب الله حقكم دي لما انتوا جيتوا من ليبيا من حجروكم الامازيغ، ما عندكم اي عادات وتقاليد. كان هسه بيتحداكم لغتكم اللي انتوا بتتكلموها دي 90% منهم لغه الفور. على سبيل المثال كلمه كالا، كلمه انيا، دوك كلام منو ده؟ ما اللغه حقنا ذاته يعني. انتوا لحد اليوم 90% منكم لغتكم اتنزعت. والله لازم نسيتوا لغتكم اللي انتوا جيتوا بيه. هسه حجام حسب الله دي القتلوا من انت عارفينه؟ ما في زول ذات عارف الكلام ده. القتلوا احمد المهدي فيهم درمان هناك. امشي هناك هسه بيتحداكم لو عنده اولاد امواتكم قاعدين هناك في درمان، امشي قول له امشي هناك في الصالحه هناك بتلقوا جنب جامعه درمان الاهليه. يا جار النبي انا بس وريني بس